الحاجات دي كنت بعملها في لجنة ثانوية عامة وانصحك انك تعملها. كنت قبل توزيع الورق بفضل اخد نفسي برتم معتدل بحيث اقلل التوتر، واقول الدعاء ده: اللهم يا معلم ابراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة فصل الخطاب آتني الحكمة فصل الخطاب، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم لا سهل الا جعلته سهلا، وانت ان شئت تجعل الحزن سهلا، وانت ان شئت تجعل الصعب سهلا، الهي انك على كل شيء قدير. وبسمي الله وابدا في الامتحان. وبعد كده لو قابلني في نص الامتحان سؤال مش عارف اجابته بسيبه للاخر، ولما برجع له لو ما افتكرتوش بقول الدعاء ده: اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه رد لي ضلتي. وبما اني كنت علم رياضه، فاهم نصيحه اقدمها لك انك لو بدات في مساله ما تطلعش عينك من ورقه الاسئله لاي سبب يحصل حواليك. وبعد ما بخلص الامتحان بحمد ربنا وبقنع نفسي اني لو فضلت سنتين جوه في اللجنه ما كنتش هحل احسن من كده، وان ده هو المقدر ليا. واهم حاجه اني مش براجع